نجاوبش عليها، نجاوب عليها ماشي. هادو الشباب عندهم رأي، رأيهم أنا ماشي من رأيهم باش نجي ندخل هنايا. هم أحرار، جاو احتجوا صراحة طريقة نسبيا حضارية، ما أدوني ما ضربوا السيارة ما والو، هذا كيهمهم. انتظرنا حتى جاو الناس المسؤولين، وكان قال لي السيد درويش السهل الإله الله يجازيك بخير، هذا النهار هذا يعني ما تيحسش باش نعملوا هذا اللقاء، قول له بسم الله مادام هو عيط عليا انا جيت تمايا غنبقى واقف تمايا حتى يقرب الفجر، عاد نمشي باش نتصحى ونتعشى ونعس ولا نصلي ولا ما عرفتش ندير اللي فتينا. فما القضيه ديال السي عمر بن جلون، كاينه امور مؤلمه الذي لا شك فيه أن هذه روح أزهقت بغير حق، وأن الذين قاموا بهذا بغير حق ظلما وعدوانا، ولا أظن أنها الوحيدة، وأن الناس اللي عملوا هذا الشيء غالطين، على كل حال اللي عملوا هذا الشيء مباشرة اعتذروا، الآخرين واجهوا ما ماشيوا ما إلى آخره. الله تعالى كيقول تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلا شي واحد كيعرفني بلي أنا ساهمت في القتل ديال شي واحد يجي يقول هذه يقول لي شكون قتلت فوقاش قتلت، أنا مستعد ديك الساعات ندير أنا في الدية، يعني لما نوض نمشي للسجن وما نخرجش منه إلا نهاية. ما كتشعرش بنادم أنك انتميتي للشباب الإسلامية واللي مسؤول على هذه العملية اللي كنتي أزهقت بغير حق؟ كيفاش؟ ما كتشعرش بالندم في لحظات معينة وأنت تتحدث عن أرواح أزهقت بغير حق؟ أنت انتميتي أنا انتميت للشبيبة الإسلامية. لا جبلت، أنا انتميت للشبيبة الإسلامية في أبريل 76. في يناير دجنبر 75 وقعت الحادثة. أنا قلت لك فين كنت، ولكن ما كنقولش هذا الكلام باش ندير التعاطف ديالك ولا ديال شي واحد آخر. لا أبدا. اللي نقدر نقول لك هو أنه هذا عمل لا يشرفني، ولكن كان هنالك يعني احنا عندنا الكلام اللي كان كيتقال لنا في الشبيبة الإسلامية، وبقى هذا السؤال مطروح إلى النهاية، أن هذه عملية وقعت لإفساد العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي والشبيبة الإسلامية. الوقت اللي خلينا نكمل السلسلة لأن هذه مسائل حساسة. هذا الشيء هذا تقول لي اليوم كندم؟ لا بالعكس، أنا كنعتز أنني دخلت لواحد الحركة اللي كان من الممكن تمشي في أي اتجاه وارد. كان ممكن تمشي في اتجاه الإجرام، كان ممكن تمشي في اتجاه الإرهاب، كان ممكن تمشي في اتجاه إيجابي. كنعتقد أنا والإخوان ديالي اللي كنا فيها استطعنا الحمد لله نعطيو لهذه الحركة مسار إيجابي، نجح باش يدمج مكون أساسي ورئيسي في الوطن في الحياة السياسية بطريقة إيجابية، وعند الشدة وجده الوطن. إذا باش تقولي لي يا أمارية أنني نادم، أنا ما ندمش، ولكن أي واحد عمل شي حاجة أنا أبرأ إلى الله منه.